الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معانا واولى وقفتنا الحواريه النهارده في صباح جديد، وفي اول دراسه من نوعها بترصد العلاقه ما بين السينما والرياضه، هذه العلاقه القديمه، هذه العلاقه التاريخيه. حقيقه زي ما احنا كلنا عارفين ان في عدد كبير من الافلام السينمائيه القت الضوء بشكل او باخر على اهم القضايا والامور الرياضيه، كمان في نجوم رياضة وخاصة نجوم كرة قدم شاركوا في أعمال سينمائية كثيرة. هنحاول إن احنا نفهم مضمون هذه الدراسة أو هذا البحث، الملامح والمعالم العامة لهذه الدراسة، مدى تأثر السينما بالرياضة وبنجوم الرياضة، ومدى تأثر نجوم الرياضة بالسينما، هذه العلاقة التاريخية. هنحاول إن احنا نفهمها ونفك رموزها مع بعض من خلال لقائنا مع صاحب هذه الدراسة وهذا البحث، الأستاذ إبراهيم مسيحة، الناقد الفني والكاتب الصحفي. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم، وأهلا بيك معنا، وبشكرك في البداية على تلبية الدعوة. أستاذ إبراهيم، أنا بشكرك، وفي البداية كنا عايزين نعرف يعني ايه هو سبب اختيارك لهذا البحث او هذه الدراسة؟ ايه اللي شدك وايه اللي جذبك في ان انت تفكر ان انت تعمل بحث عن العلاقة التاريخية ما بين السينما والرياضة؟ هو حقيقي انا اصلا رياضي، انا لاعب سباحة وكرة مية قديم في نادي غزل المحلة، ومحب للسينما من صغري. مدينة المحلة الكبرى والفيوم هو دول المدينتين اللي انا عشت فيهم. مدينة الفيوم يعني كان بيتصور فيها افلام كتير ولحد دلوقتي، والمحله صرح رياضي كبير. فيعني وجودي في المكانين خلاني ان انا بحاول اربط، يعني ان انا بحب المدينتين، فربطت بين المدينتين في شكل الرياضه والسينما. العلاقه بين الرياضه والسينما عامله زي طرفي المقص، يعني كلاهما مشدود الى الاخر. الرياضه مثلا على سبيل المثال في نجم رياضي، النجم الرياضي اول ما بيلمع بتبتدي السينما تجري وراه علشان تستفيد منه، يعني وهكذا. يعني بالنسبه ده للنجم الرياضي. بالنسبه لممثل مثلا او كده، لما بيخش من الباب بتاع الرياضه بينتشر اكتر. يعني عندنا مثلا احمد رمزي بدايته اصلا اكتشف في صاله بلياردو، والبلياردو برضه رياضه، فهو ورشدي اباظه يمكن. فاحمد رمزي دخل وعمل اول فيلم اللي هو سنة 55 اللي هو ايامنا الحلوة، كان بطل ملاكمة. بعد كده انطلق، يعني لعب تجديف على السينما، يعني على مستوى شاشة السينما، لعب كرة قدم، قدم الالعاب الرياضية المختلفة من خلال الافلام السينمائية. حوالي 6 رياضات قدمهم احمد رمزي على مدى تاريخه، يعتبروا علامات في تاريخه. بس احنا نقدر نقول هي علاقه متبادله، يعني زي ما حضرتك بتقول، يعني فكره ان السينما بتستفيد من شهره او نجوميه لاعب الرياضه ايا كان هو بيلعب في اي مجال في الرياضه، والعكس صحيح، ان كمان لاعب الرياضه بيستفيد من دخوله في عالم السينما، بيستمر اكتر وبيلمع اكتر وهكذا. ولو ان في بعض الحالات يعني زي صالح سليم مجرد ما مثل كام فيلم خلاص، يعني هو نجم كبير وعمل 3 افلام علامات، يعني افلام علامات جدا. ال3 افلام يعني هو مثلا في الشموع السوداء لو كانوا جابوا ممثل محترف ما كانش ممكن يعمل الاداء اللي عمله صالح سليم. ولو انه في اول الافلام بتاعته سنه 61 اللي هو فيلم السبع بنات مثل في دور رياضي، بس يعني زي ما يكون تعرف حضرتك زي ما يكون بيقول لكرة القدم انا دخلت الاستوديو وانا مش عايزك، انا همثل مثلا دور لاعب بشيش. وده كان يعني بصراحة نقطة جميلة جدا في صالح سليم، او يعني في القائمين على هذا الفيلم، انهم جابوا صالح سليم علشان يعبر عن هذه الرياضة اللي كانت او يعني كان في حدث حصل سنة 58 ان طيارة وقعت بالفريق بتاعنا اللي كان رايح يلعب في بطولة العالم للسلاح، وكان مرشح ان هو ياخد هذه البطولة. ففي جزء حقيقي في الفيلم ده اللي هو قصة الناس دي، واللي كان احدهم او خد دور واحد منهم هو صالح سليم. هيك شايف ان الرياضي لما بيقوم بدور ان هو بطل رياضة في اي مجال رياضي او تخصص بيكون افضل له
هو يجيد في هذا الدور عن ان هو يقدم اي مشهد تمثيلي اخر، يعني يكون بعيد عن حياته اساسا الرياضيه؟ يعني هو وجوده في المجال الرياضي يخليه ان هو ممكن يكون في لعبه هو الناس عرفته بيها، انما هو ممكن يجيد في حاجه تانية زي ما بقول لحضرتك برضه في اكتر من حاجه. يعني اللي هو بالنسبه للبطل الرياضي نفسه ممكن يجيد في شيء تاني في رياضه اخرى، دي ما هياش مشكله. في استاذ ابراهيم يعني عدد من نجوم الرياضه خاصه كره القدم لما شاركوا في الافلام السينمائيه الموضوع كان ليه بالنسبه لهم مردود سلبي او تداعيات سلبيه، بمعنى انه الناس ما حبتهمش، حسوا ان هم تقال بشكل او باخر، ما فيهمش مرونه في الاداء التمثيلي، ما كانوش مؤثرين في الناس. فكتير لما شافوهم واتفرجوا عليهم قالوا لا انتوا كان احسن لكم ان انتوا تفضلوا في الملعب او في الرياضه بتاعتكم، لكن ادائهم التمثيلي كان تقيل او مبالغ فيه او تحس ان هم بيمثلوا، فالموضوع كان ليه مردود سلبي بالنسبه لهم. طبعا يعني هو يعني اللي حضرتك بتقوليه ده يعني على ارض الواقع في يعني طبعا يعني تقريبا صحيح، لان هو ده رياضي بالدرجه الاولى، فانا لو ما جبتوش وهيأته لهذا الوضع، يعني انا هنا ده اللي بيثبت حاجه، بيثبت ان انا عايز شهره هذا النجم، عايز شهره هذا النجم، مش عايز ان انا لان اسمه هيجيب فلوس. هيجيب فلوس وخلاص. يعني هو دي الفكره. يعني مثلا على سبيل المثال عصام بهيج مثل فيلم واحد بس. الفيلم ده يعني علشان انا شهرة عصام بهيج جابتنا عشان نتكلم في حاجات تانية. يعني انا مش بقول يعني انا لا اعرف على وجه التحديد هل هو عرض عليه ان هو يمثل تاني او لا، بس انا بخش في مدخل هنا من هذه العلاقة، ان هو شهرة عصام بهيج في الستينات جابته علشان يبقى في قصة اسمها فيلم حديث المدينة. حديث المدينة قصة لاعب طلع فجأة وبعد كده اتغر فنزل زي ما طلع. لكن الفيلم فيه جزئية جميلة جدا، وهي انه عرض مثلا مشكلة الاحتراف. بنلاقي ان مثلا الاستاذ مفيد فوزي كان من ضمن الناس المشاركة في الفيلم، فكان عامل زي برنامج حواري وجايب الاستاذ الكابتن محمد لطيف والاستاذ نجيب المستكاوي، وطرحوا قضيه الاحتراف سنه 64 اللي هي لسه احنا بنتكلم فيها لحد دلوقتي وتعتبر ما طبقتش في مصر بطريقه كامله. ف يعني مثلا في بعض الافلام طرحت قضايا معينه كان لا يمكن انها تنطرح. يعني على سبيل المثال في فيلم التجربه الدنماركيه في 2003 الفيلم ده بنلاحظ ان فيه شخصيات رياضيه، ولكن طرح نقطة هامة جدا بطريقة كوميدية اللي هي مشكلة مراكز الشباب وايه اللي بيحصل في مراكز الشباب. ولو ان الفيلم كان مديها يعني شوية مبالغة، ولكن طرح القضية، وهي ان وزير الشباب بيزور مركز ما بيلاقيش فيه رياضة، ما بيلاقيش شباب، ما بيلاقيش رياضة، ما بيلاقيش اي حاجة. ايوه زي ما حضراتكم شفتوا في اللي حضرتك شفتي في الفيلم. يعني ففي قضايا بتنطرح من خلال يعني الافلام السينمائيه اللي بتركز على القضايا الرياضيه بتجد اقبال كبير من الجمهور، خاصه لما يكون النجم نفسه مشهور واللي يعني الناس حباه وعايزه تدخل تتفرج عليه او تشوفه. بالظبط، يبقى الاسم بيجيبني عشان اتفرج على حاجات تانية، وده شيء برضو الى حد ما شيء جميل. يعني في برضو حاجات مثلا على سبيل المثال في افلام رياضيه زي مثلا فيلم غريب في بيتي اللي هو يعني زي ما يقولوا الناس كانوا بيقولوا عليه شحاته مكفي. يعني الفيلم ده طرح حاجه اللي هو عمليه ان الشخص ان انا يعني احنا بنلعب كوره، احنا 11 واحد، لما يكون في واحد بيلعب لوحده و10 ضده ما ينفعش. فهنا الشخص اللي هو كان بيمثله نور الشريف ابتدى ان هو يسيب الكوره لانه ما لقاش الكوره اللي هو كان بيلعبها في بلدهم، وابتدى ان هو يروح فريق بتاع شركه يشتغل وفي نفس الوقت يمارس رياضته المفضله. يعني هنا القضيه واضحه. نيجي لحاجه تانية برضو اللي هو زي فيلم الحريف اللي كان بتاع عادل امام برضو، بنلاقي هنا شخصيه فارس اللي هي هنا على فكره الفيلم ده اخراج محمد خان. محمد خان ده خبير بعالم القاهره والشوارع، يعني انا يعني سوري في اللفظ بس هو كده، يعني الراجل تقدري الناس اللي ماشيه في الشارع في الفيلم بتاعه تعرفي هو ده الشارع. فجاب لاعب هو لاعب كويس بس عصبي بيضرب مدربوه يعني، فبينطرد من المجال ده، فبيبتدي يلعب في الساحات
الشعبيه والحاجات دي، ومجال الرهانات والكلام ده، المباريات اللي هي بتبقى في الساحات الشعبيه وفي الميادين والكلام ده. هو الملعب بالنسبه له، يعني هنا لما نبص للجزئيه ان الملعب بالنسبه له هو الدنيا بتاعته، هو خارج هذا الملعب بيعاني الاحباطات والفشل وكل حاجه حتى في بيته. فهنا وبعدين يعني بنشوف مثلا شخصيه زي الشخص اللي هو المتعهد بتاع هذه المباريات، بنشوف اللاعب القديم اللي هو قاعد يتحسر على امجاد الماضي وعنده عزه نفس بحيث ان هو مش قادر. لما بيسالوا بطل الفيلم بيقولوا انت عامل ايه دلوقتي بتصرف ازاي؟ يقول له هي محلوله. يعني هل حضرتك شايف ان القضايا الرياضيه اللي بيتم القاء الضوء عليها من خلال عمل سينمائي او فني من الافضل انه يقدمها ممثل بالاساس عن ان هو يقدمها نجم في كره القدم او لاعب رياضه؟ لانه الممثل دي شغلانته ودي مهنته، وبيبقى عنده جزء الى حد ما من الموهبه والاستعداد للاداء التمثيلي بيختلف عن لاعب الرياضه. فممكن الممثل يؤثر في الجمهور من خلال القاء القضايا الرياضيه اكتر من لاعب الرياضه نفسه. والله اذا توفر الاثنين فبتبقى جميله. يا ريت يعني. وانا عندي مثل اللي هو الاستاذ احمد مظهر. الاستاذ احمد مظهر كان احد ابطال الفروسيه، معروف، دي حاجه معروفه عنه، ولكن هو مثل يعني افلام فيها فروسيه، تمام، مثل افلام فيها فروسيه، فكنت تحس فعلا ان ده مش محتاج ان انا اجيب دوبلير ولا اعمل. فعندنا واحد انت بتستمتع بيه وهو راكب الحصان، بتستمتع بيه وهو بيتكلم من فوق الحصان، بتستمتع بيه وهو بيعمل، يعني انت بتستمتع بيه. بس اصل اقول ان الاداء التمثيلي مختلف، يعني خلال طبعا حضرتك المتميزه اللي حضرتك طرحتها دلوقتي، بس الاداء التمثيلي مختلف. بمعنى حضرتك اللي هو المختلف مختلف بمعنى ان هو ممكن، انا مش بتكلم طبعا عن الفنان احمد مظهر، بتكلم عموما ممكن يكون واحد مشهور ولامع ونجم ساطع في مجال الرياضه في لعبه معينه، ويقدم نفس دوره اللي في الحياه من خلال فيلم سينمائي، ولكنه يفشل لانه غير قادر على لما بيمثل فبيمثل بقى. يعني الاداء التمثيلي ما بيبقاش سلس، ما فيهوش مرونه، يعني ده اللي انا بتكلم فيه، ان هو حتى لو ده دوره الطبيعي في الحياه. ودي نشوفها حضرتك في حاجات كتيره، يعني مثلا على سبيل المثال كان في دور كده صغير لمدرب اللي هو البوري في فيلم اسماعيليه رايح جاي. هو جايبينه على اساس ان هو يمثل دوره كمدرب. ف يعني برضه تحس ان في تكالف، يعني تحس ان في تكالف، وهو بيتعامل مع المجموعه اللي هي كانت نطه من فوق السور علشان تخش تتدرب وحاجات زي كده. في مثلا حاجات تانية، يعني نبص نلاقي مثلا اللاعبين اللي كانوا موجودين في حديث المدينة برضو، علي محسن ومش عارف الناس اللي بتوع الجيل ده، تحس ان الواحد من دول جاي علشان هو ايه، واقف حط رجله والتانية انتباه وعايز يمثل يعني. بس ففي ناس كتيرة يعني يعني في اطار حضرتك كنت مثلا قلت لنا في البداية اللي هو العلاقة التاريخية بين الرياضة والسينما. العلاقة التاريخية دي حضرتك ان يعني مثلا في شرايط تسجيلية اتعملت في البدايات. على فكرة بداية السينما في مصر كانت رياضية، اللي هي كانت بدأت برياضة الفروسية، شريط عبارة عن انه في عرض فروسية، خدت بال حضرتك. وبعد كده في 1900 ده كان الكلام ده 1896، في 1909 في مصور مصري ما ذكرتش المراجع اسمه، صور ملاعب قصر النيل او ملاعب الجزيره. وبعد كده ما بدات السينما الروائيه بدات معاها الرياضه برضو، فيلم قبلة في الصحراء، فيلم الفروسيه كان فيها عروض للفروسيه. بنلاقي بعد كده ظهرت رياضه الملاكمه، يعني ظهرت رياضه الملاكمه، مشير الحداد لما عمل فيلم واحد، وده مثل مصر اولمبياد سنه 24 في فرنسا. سيد مصير عمل فيلم، في عبد المنعم مختار عمل فيلم اسمه نهاية منتصف الليل، والفيلم ده بيقال انه ما اتعرضش. خدت بال حضرتك. في عندنا مثلا المثل الواضح بقى على حضرتك بتقوليه جدا اللي هو مختار حسين. مختار حسين ده راجل بطل عالمي في رفع الاثقال، لكن انه قعد 25 سنه يمثل. السينما استفادت منه في انك بتجيبه في الخناقات، يعني ما بتجيبوش ان هو يعمل دور رياضي، باستثناء حاجات بسيطة جدا في فيلم المليونير لما كان مدرب لياقة بدنية، او في فيلم المنتصر اللي كان بيتكلم عن الملاكمة كان هو مدرب ملاكمة. ما قدمش يعني مشهد درامي بيحتاج تعبيرات واداء تمثيلي معين. نخش برضه حضرتك، يعني انا بشكر حضرتك انك يعني دخلتي في بتاع عشان طلعتي من جوايا جزئية.
الشحات مبروك برضو راجل بطل عالمي لا يبارى في لعبته في كمال الاجسام. بنبص نلاقيه برضو السينما اعتمدت عليه في نفس السكه بتاعت مختار حسين. خدت بال حضرتك؟ باستثناء يعني فيلم ولا حاجه كان اللي هو كان عاملينه ضمن الفريق المصري اللي كان بيلعب الفريق الامريكي في حاجه اللي هي فنون القتال، خليط بين الجودو والكاراتيه. صحيح. انا بشكر حضرتك في النهايه جزيل الشكر الاستاذ ابراهيم مسيحه الناقد الفني والكاتب الصحفي. بشكرك على هذه الدراسه وهذا البحث اللي بياكد لنا فعلا ان العلاقه ما بين السينما والرياضه هي علاقه تاريخيه في كل الاحوال. شرفتنا يا فندم. بشكرك على تلبيه الدعوه، ومشاهدينا الكرام نتواصل معكم. الله يخليك. شكرا.